صاحب الشريعة لما أمر بأوامر في الفقه افعل ولا تفعل عشان يحفظ بها ايه؟ الحد الأدنى من العلاقات الإنسانية. يعني الست في الشرع في الفقه يجب عليها خدمة الزوج؟ لا يجب عليها خدمة الزوج. يعني ايه لا يجب بالمعنى الشرعي؟ يعني مش زي الصلاة والصيام. هل يتخيل حياة طبيعية الست ما تخدمش فيها زوجها؟ أي نوع من الخدمة دي؟ مش خدامة ومش رقيق ومش عبد، دي خدمة المرأة لزوجها كما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته. يعني كان النبي في مهنة أهل بيته. يعني لو الست تعمل حاجة ممكن الراجل يعمل معها، ممكن الراجل يعمل معها. ليه؟ من باب الود. الأصل إن إيه؟ إن الست بتعمل ده، والأصل إن الراجل المفروض بيعمل حاجات تانية. المساحة دي تنضبط بقانون؟ مستحيل. لا تنضبط بقانون، مستحيل. طب إحنا ليه بنحط أوامر شرعية؟ إذا ساءت العلاقة ولم يضبطهم الإسلام والأنساب رجعنا لإيه؟ للائحة. انا وحضرتك انت المديره وانا شغال عندك في الشركه، وانت في حاجات بتقولي ايه اقف كويس مش عارف انت ليه مش مشرح شعرك، فاقول لك ايه؟ اقول لك ايه لو سمحتي طلعي اللائحه. اللائحه يعني ايه؟ خلاص بقى احنا ايه رفعنا الود. يعني انا ممكن لو مديري بيني وبينه ود عالي جدا وهو يكبرني في السن وبتاع، قول لي ايه مالك مبهدل كده، ما تكوي قميصك شويه. ايه الست برضه اديتك علقه كل خميس ونقعد نضحك مع بعض ليه؟ في كده ايه ود. لو هو كلمني بطريقه مش كويسه انا هقول له ايه؟ هقول له اتكلم معايا رسمي. ايه صلاحياتك القانونيه وايه انا مش عايز اقول له ايه تحرق هولع كله في الشركه واشتمه وبتاع وامشي واقدم استقالتي وهو مش قادر يضربني مثلا ولا بتاع ويخرب الدنيا. امال احنا بنعمل ايه؟ بنرتد لايه؟ للقواعد الحد الادنى اللي يحفظ ايه العلاقه. عشان كده احنا بنقول ايه؟ صاحب الشريعه عارف ان في اناس مكارم الاخلاق والمروءه والاسلام والانساب وبتاع والحب وبتاع يرفعهم لدرجه ان هم ايه؟ درجه يعني عاليه جدا. احنا بنقول حالات اللي هي الحالات اللي بتتكتب في كتب. طيب لو ما فيش ده، فيش ود وتزمم ولا بتاع مش عارف ايه، وما عندناش غير الاسلام والانساب، هي من اسره كويسه وهو المفروض من اسره كويسه وبيننا وبين بعض اوامر الشريعه ومتخانقين، يلا خلاص يتبقى ايه؟ يتبقى الابتسام، ويتبقى حفظ الحرمات، ويتبقى حفظ اللسان، ويتبقى الادب الشرعي، ويتبقى الخدمه في الاشياء التي لا تنفك عنهم. ايه ده؟ طب هم متخانقين؟ هم متخانقين. فعشان كده احنا بنقول احنا لما بنيجي نتكلم على الحقوق والواجبات دي حاجه مهمه جدا، بس عشان ايه؟ عشان نضبط الحد الادنى، عشان لا الراجل يجي يتجاوز الحد فيقول لها على فكره انت واجب عليكي تعمل وربنا لو ما عملتيش كده يبقى غضبان. تقول له بس طلع المانيوال صفحه 4 طلع اللائحه بيني وبينك ايه اللائحه. بس ده مش كويس. ليه مش كويس؟ لان المفروض الناس الاصل تلجأ للمساحه الاوسع، للود والسعه، ويعني